يعج التاريخ بلحظات غريبة لا تصدق، إلى الحد الذي يعرضها لكونها طيفاً من أطياف الخيال، غير أن هذه الحكاية تتجذر في الواقع كاشفة لنا الجانب غير المتوقع المضحك حيناً من الوجود البشري، بدءاً من الغلطات العسكرية مروراً بالمصائب الطبية، انتهاءً بلقاءات الحيوانات المثيرة للتساؤل والظواهر المفتقرة للتفسير. تستعرض هذه الأحداث التاريخية النسيج الثري للماضي، فلنتوغل في موغل أبدع وأغرب القصص التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الواقع أغرب من الخيال. 1. حرب الكنيسة الكاثوليكية على الهررة السوداء. في 1233 أفتى القديس بوب غريغوري بأن القطط السوداء ملبوسة بالشيطان، مما أدى لموجة اضطهاد واسعة ضدها عبر أوروبا. بسبب هذا المعتقد والمتعمق بفكرة ربط الهررة مع مزاولة السحر، تم قتل آلاف القطط، وبالطبع إبادة هذه الكائنات التي تراقب الآفات بشكل طبيعي أدى لانتشار الجرذان، والتي بدورها لعبت دوراً هاماً في تفشي الطاعون في القرن الرابع عشر. 2. فاسا، فخر السويد الغارق. الحطام يجري انتشاله من البحر بعد قرون على غرق السفينة. تشتهر سفينة فاسا الحربية السويدية برحلتها الأولى الفاخرة والمكلفة عام 1628، نسبة لأن تصميمها كان يفترض أن يجعلها مفخرة للبحرية السويدية. تم تزيينها وعد عتادها بسخاء، لكن نسبة لضعف التصميم والغلطات الحسابية لبنيتها، كانت السفينة ثقيلة جدا وغير ثابتة. وفي غضون دقائق من لمس المياه واجهت فاسا عاصفة ريح، مما أدى لانقلابها وغرقها في ميناء ستوكهولم، مسببة خسائر روحية واستثمارات مالية. 3. ماراثون أولمبياد 1940، سباق مبوء بالفوضى. ماراثون أولمبياد 1904 المقام في مدينة سانت لويس، صيته أنه أحد أقل السباقات تنظيما وأغربها في تاريخ الأولمبياد. تضمن الماراثون محطة مياه واحدة، خالقا بذلك مخاطر جفاف شديدة للعدائين. استزادة على ذلك تم إقصاء فريد لورز من بعد فوزه، وذلك لأنه خاض جزءا من السباق بسيارة. الفائز الأخير توماس هيكس أكمل السباق بعون مادتي براندي الكحولية والساتاكرينين، السمتان اللتان استعملهم مدربوه للمحافظة على استمراره رغما عن المخاطر المحتملة. لم تجمد فوضى الماراثون هنا. عديد الراكضين لجأوا لسرقة الزاد من المسؤولين عن توفيره خلال السباق، وكذا أخذ قيلولات على مداره بغية تحمل الحرارة الخانقة والطرق المغبرة. 4. صحة الأسنان على الطريقة الرومانية. حسب معايير النظافة الشخصية العصرية، فإن الممارسات الرومانية لها قديما لمدعة للسخرية من المقارنة، لكن لكل زمان علمه. إحدى تلك الممارسات تمثلت في الاستعانة بالبول البشري كغسول فم ومبيض أسنان. البول مكتنز بالأمونيا، والأخير قد لعب دور العامل في التنظيف القوي للأسنان، مبيضا لها وقاتلا للبكتيريا. اعتاد الرومان على جمع البول في جرار خاصة كانت توضع حول المدينة لغاية هذا العرف. 5. تضحية خدم الفرعون الدبقة. بينما كان يشتهر العسل لخواصه العلاجية وحلاوته، رأى خدم الفرعون في مصر القديمة فيه بعدا أكثر نفعا وسوداوية. بغية حماية الفرعون من إزعاج الذباب، غطي خدمه بالعسل. أتاح ذلك الراحة للفرعون والشقاء للخدم، الذين اضطروا لتحمل هجوم الذباب وطنينه. 6. حماقة بشأن الأوامر البحرية. ستر تاريخ الحرب العالمية الثانية كثيرا من أخطاء مؤسس السينتولوجيا المثير للجدل رون هابرد، المتمحورة حول العسكرية البحرية. أمر في إحدى المرات منشأة بحرية بالهجوم على جذع نباتي مغمور ظنا منه بأنها غواصة يابانية. هذه المعركة استمرت لعدة أيام، ممثلة غلطة مكلفة ومحرجة. 7. أزمة إيرفورت، تجمع ملكي ينتهي بكارثة. شهد تجمع ملكي في ألمانيا إيرفورت عام 1284
تحولا تراجيديا عندما لم تدعم الأرضية الخشبية وزن النبلاء فهوت بهم، ومن بينهم مسؤولون من طبقة عليا بعد أن انهارت إلى مجمع الفضلات. لقيوا 60 نبيلا مصرعا مقززا بغرقهم بالبراز السائل. لم تكن هذه الأزمة علامة على هشاشة البنية المعمارية في العصور الوسطى وحسب، بل أيضا أحدثت فجوة سياسية نسبة لفقد عدد كبير من الشخصيات المؤثرة بشكل مفاجئ. 8. تفجير الحوت. بلدة فلورنس في ولاية أوريغون عانت عام 1970 من مشكلة غريبة وكريهة: جثة حوت نافقة جرتها الأمواح للشاطئ. جثته المتعفنة أحدثت مشكلة صحية خطيرة. تحركت السلطات المعنية وفي محاولة لنقل جسم يبلغ من الوزن 8 أطنان 8000 كيلوغرام استخدمت الديناميت، مادة متفجرة، آملين بذلك أن الانفجار سوف يفكك الجثة لأشلاء. لكن ثمار عملهم انقلبت عليهم بشكل عكسي. الأشلاء لم تتفكك بل تطايرت بعنف وأمطرت على هيئة قطع كبيرة المتفرجين والمركبات، محدثة ذلك ضررا غير هين، فضلا عن عدم تحييد مشكلة الرائحة التي أصبحت أوسع. 9. حروب الكود ونزاعاتها السمكية. حروب الكود هي سلسلة من المواجهات بين أيسلندا والمملكة المتحدة، بزغت من الخمسينات حتى السبعينات. في الواقع لم تكن المسألة حروبا تقليدية قط، إنما صراعا محتدما على حقوق الصيد في منطقة شمال المحيط الأطلنطي. أيسلندا ذات الاعتماد الكبير على الصيد عقدت العزم على تمديد ملكيتها المائية لتردع أيادي الصيادين من الأساطيل الأجنبية التي تبالغ في الصيد. أما بريطانيا بحافز من مصالحها الخاصة المتعلقة بالصيد عاندت لوايا التوسع هذه، مما أودى لتكتيكات عدوانية شملت صدم السفن وقطع الشباك. في النهاية انتهت حروب الكود عبر الدبلوماسية، مفاوضات سلمية، ونالت أيسلندا مناها. 10. خضعة صحافة. حياة على القمر أي أسر للأذهان. لعل من أقدم الأمثلة على الخدع أو لنقل الأخبار الكاذبة هو الأخبار التي نشرتها صحيفة The New York Sun المرموقة سنة 1835 على شكل سلسلة من المقالات التي ادعت مؤكدة وجود حياة على القمر، ووصفتها بأن فيها مخلوقات خيالية وبيئات طبيعية آسرة ذلك أذهان الكثير من القراء الذين رغما عن سخافة الادعاءات استمروا بتصديق الحقيقة المغلوطة حتى تم كشف الخدعة الصحفية لاحقا. 11. مفارقة الموت. بينما كان الكاتب الأمريكي شيروود أندرسون يعتلي سفينة بحرية، وهو للعلم له أعمال مؤثرة، بالضبط مات، ومات بطريقة غير اعتيادية عام 1941. طريقة الوفاة فيها من الغرابة مقدار المفارقة، فقد ابتلع شيروود عود أسنان. المسواك، ذاك العود الذي ينظف الأسنان ويعزز صحته، أصبح في حالة شيروود عاملا أدى لالتهاب صفاق مميت، مرض معوي. فكم من غرض بسيط كان بالإمكان الاحتياط من شره بدرهم وقاية. 12. ترابط الذيول الجرذان. في كل من الفولكلور والإثبات العلمي توجد حالة شديدة الندرة تعرف بملوك الجرذان. يمكن للجرذان أن تربط ذيولها بفعل العقد أو الدباقة وتتحرك ككائن واحد. هي ظاهرة علمية مسجلة وجزء من الفولكلور الشعبي على حد سواء. 13. انفجار كوني. صبيحة 30 من يونيو عام 1908 ضرب انفجار عظيم منطقة نائية بقرب نهر تنغوسكا. لقد سوى لظى الانفجار 800 ميلا مربع من الغابة. يشتبه بأن السبب هو انفجار كوني لمذنب أو نيزك. تقريبا تعادل قوة هذا الانفجار قنبلة نووية في عصرنا الحالي. عموما، وبالرغم من مجال الانفجار المدوي لم يلاحظ بقعة لأثره، فنشبت نظريات حول هذا الحدث الغامض ترنحت بين التدخل الفضائي والتجارب السحاب السرية. 14. حاسوب إغريقي عتيق. قطن حطام سفينة مكتشفة في ساحل يوناني عام 1901 جهاز يدعى أنتي-كايثيرا ميكانيزم. يعتبر بطبيعة الحال أول حاسوب يحسب البيانات بانتظام واستمرار،
وتعود أصوله لقرن قبل الميلاد عندما استخدم لحساب الأفلاك والكسوف لغايات رزنمية. يتميز الجهاز ببنية معقدة جعلته محط اهتمام الباحثين، وأن دل وجود أنتيكايثيرا ميكانيزم على شيء فهو أن للحضارات القديمة باعا في التقنية،